ورحمة الله. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان وكده. معلش بقى كنا اتأخرنا عليكم على الفيديوهات وكده، الدنيا متلخبطة والحر والدنيا صيام وكل سنة وانتم طيبين وانتم عارفين وكده. فاحنا ان شاء الله النهارده قبل ما بنتكلم في اي حاجة بنحب نمسي على الناس كلها ونشكر الناس كلها اللي بتطمن علينا وصاحبة الكومنتات الجميلة. فاحنا النهارده زي ما احنا قلنا لكم عشان الصيف وحته القلش والنواعم والكنكر اللي بيحصل للحمام والكلام ده، النهارده احنا هنتكلم. انا كنت قبل كده اتكلمت في دمعه العين من نتيجه تنفسي والكلام ده، العين بتتعب جامد. ففي حاجه اليومين دولت من حته القلش والنواعم اللي بتيجي في قلب العين وكده، بيحصل فيها كايه احمرار كده في قلب العين، يعني العين بتبقى محمره او ملتهبه. فاحنا بنتعامل ازاي؟ احنا المره اللي فاتت قلنا لك لما بنتعامل مع العين كان ناتج تنفسي، فاحنا بنعالج التنفسي وبعد كده بنعالج العين. طيب دلوقتي مفيش تنفسي والحمد لله خلاص الدنيا هديت والدنيا اتظبطت والحمد لله الحمام بقى بصحه كويسه من ساعه ما احنا قلنا ناخر ميعاد الكلفه وكل يوم تمسيك، فالحمام الحمد لله بصحه كويسه وكده. وفي كام سؤال برضه انا هرد عليهم، بس هنتكلم برضه في موضوع العين النهارده الكلام ده، وبعد كده الاسئله اللي جات لي في قلب الكومنتات فاحنا هنرد عليها وكده. النهارده يا باشا انا بقول لك العين بتعمل ايه؟ بتحمر قوي كده وبتحس ان هي مش ملتهبه، فيها احمرار كتير قوي كده، والعين تحسها ان هي مفسخه قوي، يعني عامله زي السكرتات وكده. ده بيجي من ايه؟ من النواعم اللي بتطير يا باشا، بتيجي في قلب عين فرد الحمام، بتتعب عين الحمام، بيبقى عامله زي اكن ايه؟ جايه له حساسيه في عينيه. طيب بتتعامل معاها ازاي يا باشا؟ هقول لك دلوقتي انا بقالي مثلا 3 ايام بعمل زغلول كده اهو. ادي الزغلول اهو، كانت عينيه محمره قوي، مفيش تنفس اهو ولا في اي حاجه ولا مناخيره بتجيب اي حاجه وكده. بعمل انا معاه ايه؟ بجيب كوبايه فيها شويه ميه دافيه، كوبايه اهي، بخلي مثلا ايه الميه بتاعتها دافيه كده وما بتكونش ايه سخنه قوي ولا ساقعه، لا بتكون دافيه، وبغطس فرد الحمام اهو 3 مرات ولا حاجه. فرد الحمام بنغطس ايه وشه، بحيث اللي هو ايه الحمران ده اللي في قلب عين فرد الحمام بيروح معانا. وبعد كده بتعامل معاه اهي. قلنا قبل كده المرهم اللي هو ايه تترا كورد اهو، صوره لهم. هو معلش هو مش موجود كتير في الصيدليات، بس ايه في صيدليات عندها وكده اهو، فاحنا بنجيبه حته صغيره اهي اهو كده، والناحيه التانيه لمده 3 4 ايام، وفرد الحمام ما بيبقاش فيه اي حاجه. طيب المرهم ده ما جابش معايا ايجابي. في قطره كنا قايلين عليها ديكسترول قبل كده، دي برضه بتبقى كويسه لحته اللي هي احمرار العين ده اللي بيجي في قلب العين، وزي الحمران اللي بيجي جامد في قلب العين، فاحنا بنقول عليه اللي انت تتعامل معاه عفوا. فانا قلت ايه بس اللي هو ايه تيجي اللي انت ايه بعد المرهم ده لو ما جابش معاه، بس هو الحمد لله بيجيب ايجابي، بالذات عشان المرهم ده اساسا مش عين، المرهم ده بتاع حساسيه بشري، يعني المرهم ده اساسه مش بتاع عين، بتاع حساسيه. طيب انت العين دلوقتي مش تنفسي ولا دي هي ملتهبه مثلا ولا فيها احمرار جامد زي حساسيه زي ما انا بقول لك، فاحنا بنجيب المرهم ده الحمد لله جايب مع ناس كتير ايجابي، فاحنا بنتعامل معاه. طيب يا باشا خلصت وانت مش لاقيه، ديكسترول ده برضه يا باشا بيجيب كويس، يعني ممكن تعمل بقى معاه ايه الديكسترول دي، تجيب ازازه القطره وتفضي عليها كبسونه تتراسيد، والاثنين ترجهم كويس مع بعض، وتيجي فرد الحمام برضه تتعامل معاه شويه ميه دافيه زي ما احنا قلنا، واللي انت تلقط اللي هو الاحمرار اللي في قلب العين ده ما بيكونش فيها طفيلات بيضاء الحمد لله، يعني هي بتلحقها من اولها، فما تربيش اللي هي الطفيلات البيضاء اللي بيكون في قلب عين فرد الحمام من جوه. فاحنا بنشيله اللي هو بالميه الدافيه دي، بنهدله عينيه وبنحط له مثلا ايه نقطتين في الفم
ونقطه هنا ونقطه هنا بالنسبه دي للقطر. فاحنا كده خلصنا بحته اللي هي العين دي. انا كنت متكلم بس كنت متكلم في تايلوزين عشان كان تنفسي، ومتكلم في فلوموكس والكلام ده عشان ناتج. العين دي كانت ايه زي ما احنا قلنا قبل كده، العين دي ليها كذا حاجه، فاحنا اللي اتكلمنا فيه المره اللي فاتت كان تنفسي. طب دلوقتي دي حساسيه في العين، مش هتعامل معاها تنفسي. انا الحمد لله ما عنديش تنفسي، ولا اتعامل معاها بالفلوموكس ولا اتعامل معاها باللي هو التايلوزين اللي احنا قلنا عليه. احنا هنتعامل معاها بالقطره زي ما احنا اتكلمنا الدكسترول، والمرهم اللي هو التتراكورد. وما تنسوش الميه الدافيه اللي هي بتلقط اللي هو ايه الحاجات اللي بتكون في عين فرد الحمام، الحساسيه بتاعته، الالتهابات بتاعته. شويه ميه دافيه، شويه شاي من غير سكر، الكلام ده كل ده بيهدي العين فرد الحمام. فاحنا النهارده خلصنا حته العين. فانا النهارده هنتكلم في سؤال جالي بيقول لي الحمام عندي بيشرب ميه كتير وما بياكلش. طب يا باشا احنا قلنا الحمام بيشرب ميه كتير منك مش مني. انت دلوقتي سايب له الكلفه ال 24 ساعه. طب انت بتقشط؟ لا ما بقشطش يا باشا. ما احنا قلنا وحسنا اتنبح في كذا فيديو يا جدعان، الحمام بيتكلف مره واحده وبعد نص ساعه بنقشط عليه. طيب في الصيف بنأخر الكلفه وبنيجي نقشط برضه على فرد الحمام. ما بقولكش بيت الكلفه قدامه يا باشا. انا دلوقتي في رمضان كل سنه وانتم طيبين، احنا بنعمل ايه؟ بنكلف الحمام يا عم الساعه 5 ونص 6 بكلفه، بنزل افطر وبعد ما اخلص فطار وكده بطلع بعد صلاه العشاء والكلام ده بلف على الحمام كله واشط على الحمام، بلاقي الحمام كلف كويس. الميه زي ما انا بقول لك لازم اهم حاجه الميه، عشان الصبح بتيجي تحط ايدك في قلب المسا بتلاقيها سخنه نار، انت الواحد مش مستحمل، ما بالك بقى الحمام وفخار وان كان مسا اوتوماتيك بلاستيك والكلام ده. لازما يا باشا الميه يوميا بتتغير. ده الاوتوماتيك دي يوميا انا بغيرها الصبح وبالليل قبل ما بنزل. لازما ان انا ايه اسحب الميه اللي في قلب المسا وبعد كده امسح لهم ميه نضيفه. وبالنسبه للفخار بغسلهم قبل الكلفه بتاعتي على العصريه كده، بغسلها كويس وبمسحها لهم. بيجي تاني يوم العصر قبل برضه ما اكلف والكلام ده بغسلها كويس والكلام ده. طب انت دلوقتي الحمام اللي بيشرب ميه سخنه ده التعامل معاه ازاي؟ التعامل مع الحمام ده بتيجي تديله اي حاجه اللي هي مثلا ايه للمعده زي انتينال، امازول، فلاجين، الكلام ده بحيث ان انت تطهر معده فرد الحمام. طيب والميه اللي هو، طب ما هو فرد الحمام خلاص دلوقتي جاله اللي هو بيجري على الميه، طب انا اتعامل معاه ازاي؟ هشيل المسقه يا باشا واخلي فرد الحمام اتعامل معاه بالفلاجين ولا الانتينال والكلام ده، واتعامل معاه انا بقى اللي بمسق له ازاي؟ بجيب السرنجه بتاعتي وبديله مثلا ايه 3 سم 6 سم الكلام ده بالنسبه للميه، بحيث اللي هو يمين ولا حاجه بتعامل معاه كده اهو، بحيث اللي هو يكون نزل اللي في معدته كلها ونسي اللي هو يجري على حته المسقه دي ما بيشربش. لا هيجي معاك كلفتنا بقى لما احنا اخرناه كده فرد الحمام بقاله يومين مثلا ما بيقدرش ياكل، الميه متابعه معدته والكلام ده، فاحنا بنعالجه. بيجي بقى بيجوع فرد الحمام يخش يكلف، ما فيش بقى مشكله لما احط له المسقه بتاعته كده اهو. فكده انا خلصت لك الناس اللي هي برضه بتقول اللي هي الميه السخنه اللي الحمام بيشرب ميه كتير والكلام ده. هو الحمام عامه في الصيف بيشرب ميه اكتر ما بياكل، يعني هي الميه اللي روح فرد الحمام في الصيف غير الشتاء. الشتاء ممكن ياكل والمسقه بتفضل قدام فرد الحمام في الشتاء ممكن يوم وتاني يوم بتبقى المسقه ساعه تلج وفيها ميه ما فيهاش اي مشكله. لكن بالنسبه للصيف عشان كلفته بتقل فبيشرب ميه كتير. طب ما انا عشان بيشرب ميه كتير لازما يا باشا انا المجهود اللي انا هجهده مثلا اللي هو امسق كل يوم عشان صحه فرد الحمام، لكن انا مش عشان خاطر اتعب نفسي والكلام ده واكسل اللي انا مثلا انت اللي بتعي حمامك. فانا كده اللي انا رديت على الناس اللي هي كذا تليفون جالي والله بسبب حكايه الميه دي وكذا كومنت شفته وكده. فكنا بس عشان ما نطولش عليكم وكده، فاحنا ان شاء الله خلصنا حته العين، وانتظرونا في الجزء الثاني ازاي بقى تفك الحمام من بعضه، وحته القدش والديكور هتوقفها ازاي وان انت هتتعامل معاه ازاي. وكل سنه وانتم طيبين، وانتظرونا مع كل جديد مع علاء ادم مش تقدر تغمض عينيك. والسلام عليكم ورحمه الله، اخوكم كوتو ادم.